لماذا يتعين على الحكام تفقد توني كروس قبل بداية المباراة؟ صنعت واقيات الساق من أجل الحماية، لكن اللاعبين اليوم يحبون استخدام واقيات ساق صغيرة جدا، ومن الناحية التقنية فهي تتوافق مع القواعد، لذلك فهي موجودة. هذه الواقيات تغطي الجزء السفلي من الساق، لكن جزءا كبيرا من الساق يبقى دون حماية. ومن الواضح جدا أن الهدف من واقيات الساق هو امتصاص الضربات، لكن عندما تكون صغيرة إلى هذا الحد فإنها لا تؤدي وظيفتها. لكن لاعبي كرة القدم يجادلون بأن واقيات الساق تجعلهم يشعرون بخفة أكبر، وبعبارة أخرى هم يفضلون المخاطرة بالإصابة على ارتداء واقيات ساق عادية قد تقلل من أدائهم. ومع ذلك يذهب بعض اللاعبين إلى حد بعيد مثل توني كروس الذي ضبط في عدة مناسبات وهو يلعب من دون حماية. قبل بضع سنوات قرر اللاعب الألماني ألا يلعب بواقيات ساق، وابتكر توني كروس فكرة استخدام قطعة صغيرة من البلاستيك تحت جواربه لإخفاء حقيقة أنه لا يرتدي واقيات ساق. يسمى ذلك واقيا للساق، وهو يكاد يكون غير مرئي، لكنه ما يسمح له بتجنب ملاحظات الحكم.